الوطني المغربي كما قلت بان الصعود ديالهم وعمليه الاحماء فكانت في اجواء مثاليه، حماس كبير. مباراه وديه دوليه تاتي يعني بعد توهج كما قلت كره القدم المغربيه وجماهيرها التي اصبحت محط اشاده عالميه بعد الانجاز التاريخي اللي حقق المنتخب المغربي بنهائيات كاس العالم بقطر، وبالتالي ارتأت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بان يكون اول ظهور للاسود امام الجماهير بالمغرب في مباراه وديه دوليه كبيره امام منتخب البرازيل. امامنا حكيم زياش الحاضر في المباراه، كذلك اصدقاء ويفرتون لاعب فريق بالميراس، وكذلك حضور كاسيميرو وفينيسيوس جونيور وكذلك رودريغو، كلهم حاضرين في هذه المباراه وفي هذه الاجواء الحماسيه كما نتابع. الاتحاد البرازيلي اكد بان مواجهه المنتخب المغربي مهمه جدا في افق تحضير منتخب السامبا للاستحقاقات القاريه، واعتبر المنتخب المغربي انه من العيار الان الثقيل والذي وصل الى الدور نصف النهائي مع الاربعه الكبار في العالم. كان هذا راي كذلك رئيس الاتحاد البرازيلي ادناردو رودريغيز الذي اكد على قوه المواجهه. امامنا اللاعبين نصير مزراوي الذي سيكون حاضرا في التشكيله الرسميه، كذلك أناحي بوفال وزياش كلهم حاضرين، كذلك امامنا ياسين بونو في الضفه الاخرى كما قلت تواجد كل من لوكاس تولنتينو وكاسيميرو كعميد للمنتخب البرازيلي، وكذلك رودريغو وروجر دا سيلفا. صحيح بان هناك غيابات في صفوف المنتخب البرازيلي، اعتبرت غيابات نقول بانه مهمه، خصوصا على راسها اكيد النجم نيمار وكذلك تياغو سيلفا وخيسوس غابرييل بسبب الاصابه، كذلك الاصابه اللي كانت مفاجئه لريتشارلسون مهاجم فريق توتنهام وماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان، في الوقت اللي تم تعويضهم كل من يوري البرتو مهاجم فريق كورنتيانز البرازيلي، وكذلك المدافع بريمير لاعب فريق يوفنتوس. اذا ثواني وسيكون صعود المنتخبين الى ارضيه الملعب. اذا امامنا هذا النجم فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد واللي كان حاضر بكأس العالم بالأندية التي أقيمت بالمغرب. وأمامنا وليد الركراكي الإطار الوطني الذي يقود المنتخب الوطني المغربي. الجماهير المغربية كما قلت أبدت حماسها واشتياقها لمتابعة المنتخب الوطني المغربي بعد الإنجاز الكبير، لتحية أسود الأطلس ولتحية الإطار الوطني وليد الركراكي وكل الطاقم المشرف على المنتخب الوطني المغربي. مباشرة بعد طرح تذاكر هذا المباراة بعد الإقبال الكبير للجماهير المغربية، ليست فقط المقيمة بالمغرب ولكن كذلك اللي كانت قادمة من كل الدول العربية والأوروبية، وهذا يبين الارتباط الوطيد بالكرة المغربية والمنتخب الوطني المغربي وبالراية المغربية، حتى تكون اليوم الراية المغربية هي السائدة والحاضرة بقوة في هذا اللقاء. نتمنى بأنه نتابعوا فرجة، نتابعوا أهداف اللي تخلي أنه الجمهور يستمتع إن شاء الله بهذه المواجهة بين منتخبين كبيرين، المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي. الآن سنستمع للنشيدين الوطني المغربي والبرازيلي. سيداتي سادتي، نبدأ بالنشيد الوطني البرازيلي من الكوميسيون ناسيونال دو برازيل.
استمعنا للنشيد الوطني البرازيلي وسنستمع الآن للنشيد الوطني المغربي. بشعار الله الوطن الملك. اكيد حماس كبير على مستوى المدرجات مع النشيد الوطني، وكذلك تحيه كبيره من خلال تيفو الذي كتب فيها المغرب والمنتخب المغربي هو الرائد على المستوى الافريقي. المنتخب المغربي الذي كان حقق حلم ملايين ليس فقط المغاربه ولكن العرب والافارقه بوصول والعبور للدور النصف النهائي. المنتخب المغربي كان من الاربعه الكبار، هذا يدعو للاعتزاز والافتخار. اكدنا للعالم ان المستوى ليس مغربيا بحماس وبتفاني وبروح وطنيه قل نظيرها. بسرعه سنقدم تشكيله ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي يدخل المجموعه الثانيه: ياسين بونو في حراسه المرمى، باقي اللاعبين نصير مزراوي، نايف اكرد، العميد غانم سيس، اشرف حكيمي، عز الدين أولاحي، تواجد سفيان أمرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف نصيري. على مستوى الهجوم هذه التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني المغربي، في الوقت اللي على مستوى الاحتياط هناك مدير محمدي المهدي بن عبيد كحارس الجواد يميق، عبد الرزاق حمد الله، اشرف داري، عبد الحميد صابري، انس الزروري، زكريا ابو خلال، عبد الصمد الزلزولي، بن جميل بوشواري، وليد شديره، ايوب عمراوي، عمران لوزه، عبد الكبير عبقر ويحيى عطيطله. هذه التشكيله الاحتياطيه ديال المنتخب الوطني المغربي. امامنا طاقم تحكيم هذه المواجهه الحكم صادق السلمي من تونس هو الذي سيقود المواجهه بمساعده محمد بكير وحسن خليل. الحكم الرابع مصطفى كشاف على مستوى تقنيه الفار هيثم غيرات ونعيم حسني، كذلك من شقيقه تونس هو اللي غادي يقود تقنيه الفيديو. بالنسبه للمنتخب البرازيلي في حراسه المرمى ويفرتون، باقي اللاعبين اليكس نيكولاو، روجر ايبانيز رقم 14، رقم 2 ايمرسون دي سوزا، رقم 3 ايدر غابرييل ميليتاو، رقم 5 العميد كاسيميرو، رقم 7 لوكاس تولينتينو، رقم 11 فينيسيوس جونيور، رقم 22 روجر دا سيلفا باربوسا، ورقم 8 أندري دو سانتوس، ثم رقم 10 رودريغو سيلفا. هذه هي التشكيله الرسميه ديال المنتخب البرازيلي. على المستوى الاحتياط هناك سانتانا دي مورايس، ثم رقم 23 موريرا، رقم 4 سيلفا جيليسون، رقم 9 دا سيلفا البرتو، رقم 13 ارتور اوغيستو، رقم 15 الفيس باربوسا، 16 سانتوس رينان، رقم 17 داكوستا نيتو، رقم 18 غوميز دا سيلفا، رقم 19 فيريرا فيتور ايغو، رقم 20 كالفا كانتي فيغا رافائيل، ورقم 21 دو سانتوس انطوني ماتيوس. اذا هذه التشكيله الاحتياطيه ديال المنتخب البرازيلي. اذا سننتظر مواجهه قويه، مواجهه كبيره بين المنتخبين، بالمنتخب ان يكون تنافس قوي على مستوى وسط الميدان. تكريما لروح الاسطوره بيلي. اذا استحضارا لروح الاسطوره بيلي سيكون هناك دقيقه صمت كما قلنا ترحما على الاسطوره بيلي.
لما نقول بولي نقول أسطورة كرة القدم العالمية، اللاعب الذي قدم شيء كثير للمنتخب البرازيلي ولكرة القدم العالمية. إذا ثواني واعتبر انطلاقا ديال هذه المواجهة، المنتخب الوطني المغربي اللي سيحاول انه يقدم عرض قوي خلال هذه المواجهه امام منتخب كبير والمنتخب البرازيلي. البرازيل وصلت 21 مره لكاس العالم، فازت ب5 القاب لكاس العالم 58 و62 كذلك 70 امام المنتخب الايطالي، 94 كذلك امام منتخب ايطاليا، و2002 امام منتخب المانيا. 36 مشاركه بكوبا امريكا، الفوز ب9 ديال الالقاب واربعه القاب على مستوى كاس القارات 97 2005 2009 و2013. كما قلت بان النسخه الاخيره لكاس العالم بقطر المنتخب البرازيلي على مستوى دور المجموعات حقق نتائج ايجابيه، الفوز امام صربيا ب2-0، امام سويسرا ب1-0، وكانت هزيمه امام المنتخب الكاميروني في اخر جوله بالنسبه لدور المجموعات 1-0، ثم النهائي فوز امام كوريا الجنوبيه ب4-0، والخروج امام منتخب كرواتيا من دور ربع النهائي. والكره الان لفائده المنتخب الوطني المغربي، نيف اكارد على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. تقريبا التشكيله اللي تابعناها بنهائيات كاس العالم، ولو ان وليد القلاقي اختار بان بلال الخنوس ان يكون حاضر في بدايه هذه المباراه. ذكر غياب احمد رضا التقلوتي الذي اصيب بمعسكر المنتخب الوطني المغربي في الوقت الاحتفاظ بكل من ياسين كيشطا القادم على مستوى التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب فريق لوهاف الفرنسي، وابراهيم صلاح لاعب فريق رين الفرنسي. ترجع الكره من العميد غانم سيس للحارس ياسين بونو. سفيان امرابط لاعب فريق فيورنتينا الايطالي، واللي قدم حتى الان موسم متميز مع الفريق الايطالي. مشات الكره في الجهه اليمنى، عز الدين ملاحي لاشرف حكيمي. هناك خطا بالفعل، كان تدخل ديال اليكس نيكولاو فريق اشبيليا. اليكس نيكولاو تيل ذكر بانه هذا اللاعب الذي يجاور كل من ياسين بونو وكذلك يوسف النصيري، والاصابه اللي كانت ديال ياسين بونو فكان اصطدام مع هذا اللاعب اليكس تيل في وقت محاولات تمريره طويله، تدخل وابعاد الكره لاشرف شرطي بعيده المنتخب الوطني المغربي. قلت بانه الجماهير اللي كانت تفاعلت كثير مع اصابه ياسين بونو في المباراه، كانت جمعت فريق اشبيليا واللي تفوق على نادي الميريا بهدف واحد. ياسين بونو في محاوله ابعاد الكره اصطدم مع اليكس، لكن الاصابه الحمد لله ما كانش اصابه بالغه، وبالتالي هو حاضر في هذه المباراه. هناك خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي، تدخل امام يوسف النصيري. مهم جدا بان البدايه تكون موفقه، ومهم جدا بان المنتخب الوطني المغربي يكون هو السباق ديال الكره، خصوصا كما قلت على مستوى وسط الميدان، لان كنعرفوا القيمه ديال اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. مشات الكره في الجهه اليمنى عند حكيم زياش. حكيم تمريره فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. اشرف حكيمي لحكيم زياش مره اخرى، امكانيه التمرير في الجهه اليمنى بالفعل عند عز الدين اولاحي يحاول يمرر التمريره، كان البحث على اشرف حكيمي، ولكن تغطيه من سفيان امرابط في الوقت اللي وصلت لنيف اكارد. ممتاز نيف امام فينيسيوس جونيور، كيتمكن من اعاده الكره للحارس ياسين بونو. وصلت الكره لبلال الخنوس للعميد غانم سيس. مواجهات بين المنتخبين، كنذكروا المباراه اللي كانت وديه بالبرازيل 97 2-0 للبرازيل، ثم 98 بنهايه كاس العالم. المنتخب البرازيلي كان تفوق 3 اهداف لا شيء في الوقت اللي كنذكروا الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 84. المنتخب البرازيلي كان انتصر المنتخب الوطني المغربي 2-0. هذه فرصه بالنسبه للعناصر الوطنيه والمنتخب الوطني المغربي لماذا تحقيق الفوز في هذا اللقاء. انتبه المحاوله، حكيم زياش رفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، ابعاد الكره. لاحظوا منذ البدايه تقديم العناصر الوطنيه في الوقت لاسترجاع الكره بالنسبه للمنتخب البرازيلي من الجهه اليمنى. وسط لاعب ايمرسون، حكم كيمنع خطا، كانت العوده ديال سفيان بوفال والتدخل امام لاعب ايمرسون دي سوزا جونيور. كما قلت بان
ديال المنتخب البرازيلي فرامون مينيزيس تسعة ديال اللاعبين الدوري البرازيلي اللي بينهم 7 ديال اللاعبين اولمبيين. صحيح بان الدوري البرازيلي لن ينطلق الا في 14 من شهر ابريل. هناك عدد من اللاعبين اللي يمكن تخصهم التنافسيه لانهم لعبوا فقط الكاس الاخيره كوبا امريكا فضلا عن مشاركتهم الاولمبيه، ولكن تقبل الدوري البرازيلي انتهى بدايه نوفمبر الماضي واللقب اللي عاد لفريق بالميراس البرازيلي. ترجع كره مره اخرى لفائده المنتخب البرازيلي على مستوى الدفاع. جات كره من روجر ايبانيز، هذا لاعب فريق روما الايطالي، للوكاس تولنتينو لاعب فريق ويست هام يونايتد الانجليزي. لاعبين عندهم لمكانتهم على مستوى الدوريات الكبرى على المستوى الاوروبي. شات كره طويله سهله عند الحارس ياسين بونو امامنا وليد الركراكي المدرب اللي شرف الاطار الوطني واللي كما قلت بانه حقق نتائج قويه ونتائج كبيره اللي خلت المنتخب الوطني المغربي اول منتخب عربي افريقي يصل للدور نصف النهائي. شرط فائدة المنتخب البرازيلي غادي يتنفذ على الشرط من اليكس نيكولاو. يحاول المنتخب البرازيلي ان يمتص الحماس ديال المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش تدخل وابعاد الكره، كان تدخل امام اللاعب حكيم زياش من طرف اندري دو سانتوس لاعب فريق فاسكو دي غاما. في الوقت تابعنا العميد كاسيميرو من نجوم مانشستر يونايتد الانجليزي. رجعت الكره لغانم سيس في الوسط من عز الدين أولاحي، مرة أخرى غانم سيس لسفيان بوفال. سفيان بوفال اللي غير الوجهة من الدوري الفرنسي بعد ما لعب لأونجي الفرنسي للريان القطري. هناك خطأ بالفعل، هناك خطأ حكم المساعد رفع الراية، وبالتالي كان خطأ أمام اللاعب عز الدين أولاحي كذلك اللي غير الفريق ديالو من فريق اونجي لاولمبيك مارسيليا. عروض كثيره كانت لعز الدين أولاحي، وبالتالي الاختيار الاخير كان هو فريق كبير بقيمه اولمبيك مارسيليا. اذا خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. تلعبات الكره طويله البحث على حكيم زياش على مستوى الجهه اليمنى. تدخل، لاحظوا التدخل ديال اليكس نيكولاو تيل الذي يبعد الكره خارج ارضيه الملعب، وشرط فائده المنتخب الوطني المغربي. غادي يتنفذ الشرط من حكيم زياش. حكيم كينتظر احد اللاعبين اللي يمكن انه يطلب الكره. مشات الكره ليوسف النصيري. هناك خطا بالفعل، هناك خطا. التحركات ديال يوسف النصيري، تحركات ديال حكيم زياش و كذلك سفيان بوفال على مستوى الجهه اليسرى بامكانها تخلق نتائج امام المنتخب البرازيلي. اذا خطا. اجواء كما قلت اجواء حماسيه كان نعيشها الان بعد مرور 8 دقائق. دائما تعادل سلبي 0 بين المنتخبين كما قلت لحماس كبير، اجواء مثاليه، وتقريبا مباراه نفس ما تابعناها على مستوى نهائيات كاس العالم. اذا سنتابع هذه الكره الثابته. اشرف حكيمي وحكيم زياش. حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه وخروج الحارس، خروج ويفرتون. بيريرا دا سيلفا هو اللي بعد الكره وابعد الخطوره. كانت فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي من كره ثابته ومن خطا، وبامكان الكرات الثابته تكون حل من الحلول سواء على مستوى الاخطاء وكذلك على مستوى الزاويه. مشات الكره من الجهه اليسرى ولكن كانت بعيده على اللاعب نايف اكرد اللي صعد من اجل مسانده المنتخب الوطني المغربي. بالتالي المنتخب المغربي خلق التاريخ من
خلال كذلك الاسلوب والطريقه اللي ميزت المنتخب المغربي، روح كانت عاليه اللي امنوا عليها وصول الاطلس في كل المباريات، صدر المجموعه على حساب منتخبات بقيمه كرواتيا، ولما نتحدث كذلك على بلجيكا وكندا، واقصاء منتخبات اسبانيا من الدور الثمن النهائي والبرتغال من الدور الربع النهائي. ونتابع هذه المحاوله، حكيم زياش يعمل حكيم زياش كيطلب المشاهده امكانيه تمرير في الجهه اليسرى عند سفيان بوفال، بالفعل سفيان بوفال فرصه تمريره زياش تسديد تدخل الدفاع وابعاد الكره، كانت فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش اللي بحث على التسديد، كان تدخل وابعاد الكره، يعني بدايه موفقه للمنتخب الوطني المغربي. قلت الوصول للدور الربع النهائي واقصاء المنتخب البرتغالي والخروج مرفوع الراس من الدور النصف النهائي امام فرنسا حامله اللقب، وهذا كيبقى شرف لكل المنتخبات العربيه والافريقيه اللي هنأت المنتخب المغربي على هذه النتائج والعروض القويه. رجع كرة لفائدة المنتخب البرازيلي اللي روجر ايفانيز سيلفا، مشات كرة في الجهة اليسرى، لاحظوا فينيسيوس جونيور كيحاول يخرج من الرقابة اللي مضروب عليه نجم فريق ريال مدريد الاسباني، والبداية اللي كانت من الدوري البرازيلي ولقت فريق فلامينغو. مشات كرة في الوسط، لاحظوا هذا الثنائيه مع فينيسيوس، حذاري من الانطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز وابعاد الكره من طرف العبيد غانم سيس الذي يبعد الكره خارج ارضيه الملعب، وشرط فائده المنتخب البرازيلي. ترجع الكره مره اخرى لايفانيز دا سيلفا، ميليتاو ثلاثي ريال مدريد، ميليتاو رودريغو وفينيسيوس. كره خطيره دخول المنتخب والتغطيه ممتاز مره اخرى غانم سيس على مستوى التدخلات، كره خارج ارضيه الملعب. الحكم كيقول الزاويه الاولى لفائده المنتخب البرازيلي من الجهه اليمنى. امامنا رامون مينيزيس مدرب المؤقت الان للمنتخب البرازيلي. فنتابع هذه الزاويه، كانت الكره بسرعه، لوكاس ترجع الكره بشكل ممتاز، حكيم زياش عند سفيان بوفال محاوله المراوغه. لاحظوا العوده ديال لوكاس تورنتينو اللي تمكن من ترجع الكره في الوقت اللي الحكم كيعلن الخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. انجازات مهمه، وهذا كيرجع لتوفير كل الظروف والمغرب بهذه البنيات التي نتابع، البنيات التحتيه وكل اجواء المناسبه من اجل التالق. وبكيغاري الروانديه تابعنا حفل توزيع جوائز خاصه بالاتحاد الافريقي، وكان من ابرز الجوائز هي جائزه التميز التي نالها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، والتي تتوج مجهودات جلالته في تطوير الرياضه المغربيه وكذلك بالقاره الافريقيه. المغرب كان دائما وسيبقى يتقاسم تجربته مع اشقائه، خصوصا اننا شرفنا القاره في اكبر التظاهرات العالميه واخرها كما قلت الموندياليتو الذي خرج بافضل وابهى صوره. من الاخبار كذلك اللي كانت صارة ومفرحه واعلان المملكه المغربيه تحت قياده جلاله الملك للترشح لاستضافه كاس العالم الى جانب البرتغال واسبانيا، والمغرب كان دائما وسيظل متشبث بحقه في التنظيم. في الوقت المحاوله اشرف حكيمي بالجهه اليمنى، حاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، ولكن كان تدخل وابعاد الخطوره. استرجاع الكره من طرف نايف اكرد، ضغط الان من لاعبين المنتخب المغربي في الوقت اللي استرجع الكره على مستوى الوسط. العوده ديال اللاعب رودريغو سيلفا، مشى الكره في الجهه اليمنى، تدخل نايف، تدخل كان ممتاز. ترجع الكره مره اخرى لفينيسيوس جونيور، الاعتماد دائما على اللاعب فينيسيوس من اجل قياده الهجوم. مره اخرى فينيسيوس جونيور كيمرر في الجهه اليسرى عند لوكاس تورنتينو، خطيره، فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى، ابرز محاوله لفائده المنتخب البرازيلي. سنتابع هذه المحاوله، التمريره كان هناك وضعيه تسلل، تدخل كذلك الخروج، كان خروج موفق وخروج جيد للحارس ياسين بونو اللي غلق الزاويه امام اللاعب روجر روليسون دا سيلفا معروف برولي 27 سنه لاعب فريق بالميراس. اول فرصه، اول محاوله للمنتخب البرازيلي. تحدثت على ترشيح المغرب
و ترشيح اللي كيبقى دائما يعني مهم جدا هذه المره الى جانب اسبانيا والبرتغال، وبالتالي هي اشاره قويه لترسيخ ثقافه جديده كنبان يعني الانفتاح الكبير بين قاره افريقيا واوروبا في الوقت هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه منتخب البرازيل، تدخل واسترجاع الكره. غانم سيس اللي الحارس ياسين بونو لابد من ابعاد الكره من هذه المناطق. ممتاز نيف لحكيم زياش. عز الدين أولاحي، هناك خطا بالفعل، كان تدخل واضح من طرف المدافع روجر ايبانيز دا سيلفا امام عز الدين أولاحي. حكم اللي على الخطا تابعوا من جديد التدخل ديال لاعب روجر ايبانيز لاعب فريق روما الايطالي. في الوقت كنتابعوا المحاوله اللي كانت من الجهه اليمنى بواسطه اللاعب ايمرسون دي سوزا. رامون مينيزيس كما قلت من المدرب اللي ربح الرهان مع المنتخب الهولندي، خصوصا الوصول المباراة النهائية من كوبا امريكا وكذلك الفوز باللقب. اشرف على منتخب البرازيل تحت 20 عام، لم يخسر اي مواجهة، متفوق على المنتخبات بقيمة الاوروغواي، كولومبيا، الاكوادور، فنزويلا وباراغواي. خدم المكانة ديال المدرب تيتي اللي كان خدم زمام الامور التقنيه بالمنتخب البرازيلي منذ 2016 بعد التجربه اللي كانت مع نادي كورينتيانز البرازيلي، وكان خليفه للمدرب دونغا، لكنه لم يتمكنش من تحقيق الذهب خصوصا مع جيل من النجوم اللي شرف عليهم طيله 6 ديال السنوات. مشات كره في الوسط، البحث على فينيسيوس جونيور من الجهه اليسرى. فينيسيوس الى جانبه تمريره طويله من لوكاس، البحث على اللاعب اندري دو سانتوس مرة أخرى لفائدة المنتخب البرازيلي. قوة المنتخب البرازيلي هو المستوى الاختراق على مستوى السرعة في بناء المحاولات والهجمات. ايمرسون دي سوزا، مشات كرة في الجهة اليسرى، لوكاس تولنتينو يحاول أن اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي هما أنه ياخذوا زمام الأمور، وكذلك أنهم يكونوا اكثر خطوره خصوصا امام المناطق ديال المنتخب الوطني المغربي. ترجع كره من ميليتاو، كاسيميرو، كره طويله تجاه لاعب اليكس نيكولاو، كره بعيده خارج ارضيه الملعب وشرط فائده المنتخب الوطني المغربي. امامنا لاعب اليكس نيكولاو لعب قبل اشبيليا مع غريميو وغالاتا ساراي ومانشستر يونايتد والانتر وكذلك مع فريق بورتو، لاعب عنده امكانيات مهمه. اشرف حكيمي، طريقه ممتازه اخراج الكره بالنسبه لعز الدين أولاحي، كره خارج ارضيه الملعب. الحكم كيقول شرط لفائده المنتخب البرازيلي. مرت الان 17 دقيقه، دائما التعادل السلبي 0 لمثل بين المنتخبين. اليكس نيكولاو استرجع كره بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. نيف اكارد، مشات الكره في الجهه اليسرى، نصير مزراوي، نصير اللي كان عنده اصابه، العوده من جديد، لاعب اللي عنده امكانيات كبيره، لاعب فريق بايرن ميونخ الالماني. مشات الكره في الجهه اليمنى، اشرف حكيمي امامه مساحه، كان هنا انطلق اشرف حكيمي الى جانبه عز الدين أولاحي، حكيم زياش، حكيم لاشرف حكيمي. عفوا الانسجام الكبير بين لاعبين ممتازه. عز الدين أولاحي، فرصه من المنتخب المغربي، فرصه يوسف عمصيري كيرجع الكره لبلال الخنوس. نتابعوا هذه المحاوله مره اخرى من الجهه اليمنى، عز الدين أولاحي مره اخرى لبلال الخنوس، تمريره لاشرف حكيمي عند حكيم زياش، تمريره فرصه من المنتخب الوطني المغربي، نصير مزراوي، ولكن كان استرجاع الكره من طرف روجر دا سيلفا. مشات الكره في الجهه اليمنى، ثاني رودريغو سيلفا لاعب فريق ريال مدريد الاسباني. فريق ريال مدريد اللي تمكن من الفوز بلقب كأس العالم للأندية، النسخة اللي تقامت بالمغرب وعرفت نجاح كبير تنظيميا، جماهيريا، تهديفيا، كذلك النقل اللي كان متميز للشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اللي سخرت كل امكانياتها التقنيه واللوجستيكيه والبشريه لانجاح هذا الحدث العالمي، وكان نجاح مغربي 100%.
فريق ريال مدريد اللي تمكن من الفوز في المباراه النهائيه على فريق الهلال السعودي 5 اهداف مقابل 3. فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي سجل هدفين، فالفيردي هدفين، وكريم بنزيما هدف في هذا المباراه. تمت المحاوله وسط فينيسيوس جونيور، ترجع الكره لفائده المنتخب الوطني المغربي. سفيان أبرابط، سفيان شو يعمل سفيان في الوسط من عز الدين أولاحي، ممتازه لبلال الخنوس، طريقه مثاليه الان للاعب المنتخب الوطني المغربي عند لاعب سفيان بوفال، يمكن يمر عند يوسف النصيري ولكن ما تمكنش يوسف النصيري انه يدخل داخل منطقه الجزاء. بالتالي كتضيع هذه المحاوله من المنتخب الوطني المغربي. كان البحث على اللاعب يوسف النصيري. حدث كبير. يوسف النصيري لعب 57 مباراه حتى الان بقميص المنتخب الوطني المغربي، سجل خلالها 17 هدف، 20 مباراه وديه سجل من خلالها 4 اهداف، وبالتالي كيسعى لتسجيل الهدف الخامس على مستوى المباريات الوديه. كان سجل امام استونيا بعد الفوز ديال المنتخب المغربي 3-1 امام تونس، الفوز اللي كان ديال العناصر الوطني ب 1-0، وامام السنغال بعد ما كان الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي 3-1، وامام جورجيا في لقاء ودي بالامارات العربيه المتحده، الفوز اللي كان 3-0 بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. وصل من الكره المغربيه كانت عرفت لهدافين كبار بقيمه احمد فراس وباصير وكاباتشو والغريسي والشباخ والعربي مصطفى حجي، وعدد من اللاعبين اللي تميزوا بقميص المنتخب الوطني المغربي. اشرف حكيمي سرجع الكره بشكل ممتاز، مشات الكره في الجهه اليمنى، بلال الخنوس وممتازه. لاحظوا الرؤيه ديال بلال الخنوس لحكيم زياش، حاول يلعب الكره عند سفيان بوفال في الجهه اليسرى، ولكن هناك تغطيه من طرف المدافع إيميرسون دي سوزا. تمريره عند كاسيميرو في الوسط، لوكاس تولينتينو طلب الكره في الجهه اليسرى، لعب اندري، ترجع من جديد لفائده المنتخب البرازيلي روجر ايبانيز في الوسط. فينيسيوس تمد المحاوله، فينيسيوس جونيور غادي يلعب الكره طويله بالفعل داخل منطقه الجزاء لمحاوله فائده المنتخب البرازيلي. العوده ديال سفيان بوفال من استرجاع الكره، استرجاع ممتاز امام ايميرسون دي سوزا. سفيان بوفال كيرجع الكره لدفاع المنتخب الوطني المغربي. اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي بالاضافه اكيد الوجوه اللي تعودنا عليها واللي كتعتبر الدعامه الاساسيه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، فضمت كذلك عدد من الاسماء الجديده، وبالتالي عدد من اللاعبين كيمثلوا المغرب لاول مره، جميعهم اقل من 22 عام. بنجامين بوشواري لاعب فريق سان تيتيان، ابراهيم صلاح لاعب ريند، ايوب العمراوي نيس الفرنسي، ياسين كيشطاب لاعب فريق لوهافر الفرنسي، شادي رياض لاعب فريق برشلونه. في الوقت تبادل المحاولات ديال المنتخب البرازيلي جاي كره طويله كره خارج ارضيه الملعب، كتخرج خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان البحث على اللاعب روجر دا سيلفا باربوسا، قلت شادي رياض، وكذلك عبد الكبير ابقار لاعب فريق الافيس. في الوقت كان استبعاد بعض الاسماء كسليم املاح لاعب فالابوليد بسبب الاصابه، كذلك يحيى جبران، بدر بانون، الياس الشاعر لاعب فريق كوينز بارك رونجرز. بالتالي محاوله من ويد الكراكي من خلال استدعاء اللاعبين صغار حتى انه يتم خفض السن ديال اللاعبين. محاوله خطيره، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. سفيان بوفال لفائده المنتخب الوطني المغربي. سفيان بوفال امكانيه تمرير في اتجاه اللاعب حكيم زياش على مستوى الجهه اليمنى، اقرب لاشرف حكيمي، كيمرر لحكيم عز الدين أولاحي. حكيم زياش تمريره ممتازه، فرصه بيد المنتخب الوطني المغربي. يوسف النصيري، فرصه مرات جانبا، فرصه الهدف مرات جانبا بواسطه نصير مزراوي، هو اللي كان وراء الكره الاخيره. تمريره ممتازه لنصير مزراوي، خدا الكره بالصدر كما سنتابع. لاحظوا تمريره والقراءه الممتازه لمساحه الملعب. نصير مزراوي خدا الكره بالصدر، يسدد الكره ما مشاتش بعيد من القائم الايسر لمرمى الحارس ويفرتون. ابرز فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي اللي كان قريب من تحقيق اولى اهداف في هذه المباراه. لاحظوا نصير طريقه ممتازه وبسط سيمترات مرات على القائم الايسر لمرمى الحارس ويفرتون. اذا محاوله كانت جاده للتسجيل بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي بواسطه نصير مزراوي، اللاعب اللي كنعرفوا امكانياته الكبيره.
كذلك ازدواجية على مستوى الادوار. خطيره 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 خطيره، ولا بد من ابعاد الكره. ياسين بونو يمكن نقول انه كفر على الخطا اللي قام به، لانه كانت تمريره خاطئه. التمريرات بهذا الشكل امام اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي ما يمكن الا تكون في الشباك. كنقول بانه الضغط ديال الجمهور كان كبير، والعوده ديال ياسين بونو من اجل تصدي لهذه المحاوله. مشات الكره في الجهه اليمنى، نتمنوا بانه ما يكونش هناك اخطاء على مستوى الدفاع، لانه كنعرفوا القيمه ديال اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. حكيم زياش محاوله المراوغه، كان هناك تدخل بالفعل، هناك خطا لانه التدخل ديال اليكس نيكولاو كان تدخل واضح امام لاعب حكيم زياش. بعض الاحتجاجات من لاعبين ديال المنتخب البرازيلي اليكس وكذلك فينيسيوس جونيور، ولو ان التدخل الاخير كان تدخل واضح وخطا كان واضح لفائده المنتخب المغربي. تابعوا بالفعل التدخل ديال اليكس نيكولا، ونتابع التمريره الخاطئه. كان البحث عن نصير مزراوي لحسن الحظ بان العوده ديال ياسين بونو امام اللاعب رودريغو، وتدخل ياسين بونو في مناسبتين علائيين. برافو ياسين، كيف ما كان الحال اخطاء كتبقى دائما وارده. اذا خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش وراء الكره، صعود اللاعبين اللي عندهم قامه طويله. صعود غانم السيس، تواجد نايف اكرد، البحث عن ضربات العصير، لعبت كره دائريه، فرصه خروج الحارس ويفرتون الذي يتدخل ويبعد الكره، يبعد الخطوره. مشات الكره في الجهه اليمنى، ايمرسون دي سوزا حاولت اخراج الكره. لاحظوا الضغط ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي على مستوى امتلاك الكره. امامنا الارقام 51% للمنتخب الوطني المغربي. كره طويله، اشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف. خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي. الوقت اللي هناك وضعيه تسلل، اذا هناك وضعيه تسلل، في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين البرازيليين انه ينتظروا في انتظار متابعه اللقطه ومتابعه الصوره. ياسين بونو مرة أخرى خروج ما كانش بشكل جيد. لاحظوا ولو انه خرج باش انه يدخل ويبعد الكرة، وطلعت الكرة اللي فينيسيوس جونيور اللي وضع الكرة في الشباك. الحكم المساعد كان رافع الراية، وبالتالي الإعلان عن وضعية تسلل. حكم صادق سليمي في حديث مع حكام الفار في الوقت اللي وليد الكراكي امامنا فينيسيوس جونيور اللي قاد فريق ريال مدريد للفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخ فريق ريال مدريد. كيبقى واحد من الفرق الكبيرة على المستوى الأوروبي، بطل إسبانيا 35 لقب، كأس إسبانيا 19 لقب، وكأس العالم للأندية رقم قياسي 5 ديال الألقاب. إذا كنتظروا دائما القرار الأخير والقرار النهائي الذي سيكون قادم من غرفة الفار. في الوقت أمامنا رامون مينيزيس يوبنر. إذا الحديث بين فينيسيوس وكذلك أشرف حكيمي في الوقت اللي قلت بأنه كنتظروا القرار النهائي. جماهير الكل ينتظر القرار الأخير في مباراة. كيف ما كان الحال ستكون محك مهم وقوي بالنسبة للعناصر الوطنية. إذا هناك تسلل، إذا هناك وضعية تسلل، وهناك خطأ للمنتخب الوطني المغربي، وبالتالي إلغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان نتابع. إذا وضعية تسلل كانت واضحة على فينيسيوس جونيور، وخطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أوناهي لأشرف حكيمي، نيف أكرد لياسين بونو، بسرعة بعد الكرة ياسين بونو اللي
تعتبر واحد من افضل الحراس على مستوى العالم. تابع المحاوله حكيم زياش هناك خطا، كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس ولكن استرجاع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تابع المحاوله وبوفال، فرصه 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 وبوفال هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. وسط سفيان بوفال يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذا الفرصة. حكيم زياش خطا الكرة بشكل ممتاز، انطلاقة، كان تمريرة، كان خطأ على مستوى التمرير بلال الخنوس، ثم استرجاع الكرة. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريرة ممتازة، ثم خطأت الكرة لسفيان بوفال. ما زاد من قص وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية واللي خلى ما كاين أي ردة فعل لويفرتون. تابعوا هذه المحاولة، سفيان بوفال يضع الكرة في الشباك وفرحة كبيرة للاعبي المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد سفيان بوفال خطأ الكرة بشكل ممتاز ولأنه كان عاطي الحارس المرمى بالصدر الظهر عفوا، فما تمكنش ويفرتون من ابعاد الكره. هدف اول وهدف مستحق لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا تغيرت النتيجه هنا بالملعب الكبير بطنجه لفائده المنتخب الوطني المغربي، لفائده اسود الاطلس امام منتخب عسيليساو الاول عالميا. فرحه كبيره للصغار وللكبار في هذه الامسيه الرمضانيه. اذا 1-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي. اعتقد انه غادي تنتظروا كذلك رده فعل ديال المنتخب البرازيلي في الوقت اللي العناصر الوطنيه الان غادي تاخذ الثقه الكبيره وبامكان لما لا اضافه اهداف اخرى. بلال الخنوس جا الكره في الجهه اليسرى لنصير مزراوي. عز الدين أناحي حكم كيبلع خطا. تدخل ليس بهذا الشكل وهذا كيبين النرفزه الان عند اللاعبين المنتخب البرازيلي. نتمنوا انه ما تمشيش معهم، نتمنوا ما نمشيوش معهم لان التدخل كان واضح وبالتالي الحكم غادي يكون عنده القرار. الحكم غادي يكون عنده القرار امام انظار رامون مينيزيس، وهذا كيبين كما قلت النرفزه الكبيره للاعب اسمه ايدر غابرييل ميليتاو. الحكم كيطلب من اللاعبين بأن يكون هناك هدوء. الحكم الدولي التونسي إذا يتدخل حديث بين بلال الخنوس وكذلك ميليتاو. إذا الحكم التونسي لم يشهر الورقة. نتابعوا من جديد التدخل كان واضح بهذا الشكل بهذه الطريقة. على أي نتمنى انه نبقاو دائما مركزين في المباراه في الوقت اللي المنتخب البرازيلي تسجيل الهدف. نتابع نرفزه مشات الكره في الجهه اليسرى. اليكس نيكولاو للاعب رودريغو. ترجع الكره مره اخرى لفائده المنتخب البرازيلي. ذكر بانه هذا اول هدف للكره المغربيه في شباك للمنتخب البرازيلي منذ كما قلت المواجهات اللي كانت امام منتخب عسيليساو. وبالتالي كذلك سفيان بوفال يدخل للتاريخ. كرة في الجهة اليسرى كانت تدخل امام لاعب فينيسيوس جونيور. نفذ الشرط لفائدة المنتخب البرازيلي. شاف كرة طويلة في اتجاه لاعب فينيسيوس. خروج ياسين بونو هو اقرب للكرة، بالتالي تمكن من التدخل. خروج دائما ديال حارس المرمى يكون مهم جدا في التوقيت والمكان المناسبين. تابعوا هذه الاجواء والحماس الكبير على مستوى المدرجات. كرة طويلة شاف كرة في الجهة اليسرى لوكاس تولتينو. الحكم كيمنع خطأ
لفائده المنتخب البرازيلي. هناك تحركات على مستوى الجهه اليسرى لأليكس نيكولاو تيريس. لازم انه يكون هناك رقابه على اللاعبين. حماس كبير كنقول بانه شبيه ما نتابعه بالبرازيل، ولكن الثقه بيه هو اكثر لانه الحماس منقطع النظير، وكنعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره وتخطف المرمى، حسن الحظ تسديده للاعب رودريغو سيلفا، التسديده ديالو مشات فوق المرمى. قلت بان ما نتابعه الشغف الكبير ديال الجمهور المغربي والحب الكبير للمنتخب الوطني المغربي، للخميس المغربي، للرايه المغربيه. كنقول بانه كيخلينا نكونوا يعني فخورين، وان نكونوا يعني نعتزوا بهذا الحب الكبير والارتباط الكبير بالمغرب وبالرايه المغربيه. كرة خارج أرضية الملعب مباشرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. غادي تنفذ الشرط من طرف المدافع نوصل المزراوي. مشات كرة على مستوى الدفاع لغانم سيس، ياسين بونو، سفيان أمرابط. لابد من إبعاد وإخراج الكرة من هذه المناطق. غانم سيس لسفيان أمرابط، مشات كرة لنصير مزراوي، ترجع الكرة مرة أخرى للعبيد غانم سيس، كيلعب الكرة طويلة في اللاعب يوسف عنصيري. تدخل من طرف لاعب والمدافع أليكس نيكولاو تيريس اللي خرج الكرة أمام سفيان بوفال، اللي كان واحد من اللاعبين المتألقين لنهائيات كأس العالم بقطر. سفيان أمرابط لعز الأولاحي، أولاحي ممتاز، أولاحي الأولاحي كذلك من اللاعبين اللي كانت تلقى اشاده كل كيتذكرها من مدرب اسمه لويس انريكي. مشات كره في الجهه اليمنى، يوسف عنصيري، يوسف عنصيري مشى دائما على مستوى الجهه اليمنى، امكانيه التمرير. يوسف عنصيري شنو يعمل؟ يوسف عنصيري تمريره، فرصه فرصه فرصه، حكيم زياش، فرصه الهدف. حكيم زياش كان بامكانه يضع الكره في الشباك، لعبات بطريقه ممتازه. لاحظوا رده فعل ديال وليد الكراكي، وحكيم زياش كان بامكانه يضيف هدف ثاني بعد العمل الكبير ديال يوسف عنصيري على المستوى الجهه اليمنى. لاحظوا الانطلاقه، مرر مشات الكره بشكل ممتاز، واحد التمريره من سفيان بوفال لحكيم زياش اللي سدد بكل قوه. الكره مشات جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس ويفرتون. عز الأولاحي لسفيان بوفال، المنتخب الوطني المغربي قائم جوله اولى مثاليه. فرصه فرصه فرصه، فرصه اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أولاحي يسدد في الوقت اللي المطالبه بان هناك لمس على الكره، وبالتالي نتابعوا من جديد. عز الدين أولاحي خدا الكره، سدد، اعتقد انه بالفعل مشات الكره لعبه بيليطاو. غادي نتابعوها من زاويه اخرى. عز الدين أولاحي سدد الكره بالفعل وتغيير المسار ديالها. لاحظوا ما مشاتش بعيد على القائم الايسر، وبالتالي كانت المطالبه بالزاويه. مشات الكره بالجهه اليسرى، فينيسيوس جونيور، فينيسيوس واشرف حكيمي. حكم كان خطا، ولكن يمكن نقول بانه التغطيه كانت بكل طريقه مثاليه على ما شفت. في انتظار نتابعوا الاعاده. اشرف حكيمي كان اعترض الطريقه ديال فينيسيوس جونيور في الوقت تابعوا المحاوله ديال يوسف عنصيري. لاحظوا التمريره بالكعب ممتازه ومثاليه من سفيان بوفال، وحكيم زياش كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. فرصه اخرى تضيع من المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كره ثابته وخطا لفائده المنتخب البرازيلي. شريف مستطيل العمليات في مكان صعب. هذا اللاعب رودريغو سيلفا في الوقت ياسين بونو كيطلب اللاعبين ديال المنتخب المغربي امامنا بلال الخنوس وحكيم زياش بانهم ياخذوا المكان الجيد. اللاعبين اللي
يقوم بحائط الصد. سنتابع هذه المحاولة. أعتقد أنه رودريغو سيلفا هو من سيسدد هذه الكرة الثالثة، أو لعبت كرة داخل منطقة الجزاء. تدخل الدفاع وصلت كرة لفينيسيوس جونيور. محاولة فائدة المنتخب البرازيلي داخل منطقة الجزاء. تدخل ممتاز لنصير مزراوي. دائما محاولات بالنسبة للمنتخب البرازيلي للتمرير داخل منطقة الجزاء. تسديدة، تدخل الدفاع حكيم زياش وإخراج الكرة بشكل ممتاز. إخراج الكرة أمام ضغط برازيلي. حكيم زياش، بلال خنوس. حاولوا اللاعبين ديال المنتخب المغربي انه يخرجوا الكره. لاحظوا انه الايقاع سريع وبسرعه. وصلنا ل 39 دقيقه، وبالتالي تقريبا كتوصلنا 6 دقائق على نهايه الوقت الاصلي للجوله الاولى. دائما 1-0 لبعيده المنتخب الوطني المغربي. هدف سفيان بوفال. مشى الكره بجهه اليسرى، كره طويله خارج ارضيه الملعب. وليد الركراكي في حوار تكتيكي مع رامون مينيزيس، المدرب اللي قلت بانه خدا المكان ديال مدرب تيتي. تم اقالته على مستوى العارضه التقنيه في المنتخب البرازيلي. عدد من المدربين اللي كانوا ضحايا ديال الاقاله في مونديال قطر بعد نتائج سلبيه. تحدثت على تيتي واقاله لويس انريكي بعد الخساره اللي كانت امام المنتخب الوطني المغربي، وتعيين لويس دي لافونتي اللي كان من دور الثمن النهائي. في الوقت كنتابعوا المحاوله شكلت خطورات. تدخل يوسف العصيري واخراج الكره. كذلك رحيل البرتغالي كيروش عن المنتخب الايراني بعد ما فشل في بلوغ دور الثمن النهائي. ورحل كذلك الارجنتيني تاتا مارتينو عن المنتخب المكسيك اللي استمر مع 3 ديال المواسم بعد الخروج من دور المجموعات. تبادل المحاوله من الجهه اليمنى لفائده المنتخب البرازيلي. رفعت الكره، تدخل ممتاز لسفيان امرابط. سفيان بوفال كيبعد الكره ليوسف العنصري. كان هناك تغطيه طرف اللاعب اليكس وفينيسيوس جونيور. كانت خطيره هذه التسديده، مشات فوق المرمى. فينيسيوس جونيور يسدد مباشره للمرمى. لاحظوا بانه كان شيء ما تقدم ديال ياسين بونو، يسدد بكل قوه. ولو ان اعتقد انه النيه ديال فينيسيوس جونيور كان هي رفع الكره، انه يرفع الكره في يبحث عن القائم الثاني. تواجد رودريغو ترجيح هذه المحاوله وكره خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى لفائده المنتخب الوطني المغربي. مدرب اسباني كذلك كان ودع هو روبرتو مارتينيز اللي كان قاد المنتخب البلجيكي. مسيره اللي كانت استمرت سنوات وفشل في بلوغ الدور الثمن النهائي. كما ودع المدرب اودو مدرب المنتخب الغاني، والبرتغالي بينيتو اللي ودع منتخب كوريا الجنوبيه بعد الخساره اللي كانت امام البرازيل بنتيجه 4 أهداف مقابل هدف واحد في دور الثمن النهائي. مشات كره في الجهه اليمنى لفائده المنتخب البرازيلي. في الوسط للوكاس تورينتينو. يحاولوا ان لاعبين المنتخب البرازيلي بانه البناء الهجومي انطلق من الدفاع. كاسيميرو، لوكاس، استرجع الكره من بلال الخنوس والحكم يعلن الخطا لفائده المنتخب البرازيلي واندري دوس سانتوس. هناك بطاقه، اول بطاقه لبلال الخنوس بعد التدخل. كما نتابع امام اللاعب اندري دوس سانتوس لاعب فريق فاسكو دي غاما البرازيلي. بلال الخنوس الذي يمارس بالدوري البلجيكي، فريق جانك البلجيكي من اللاعبين اللي صغر السن ديالهم. كيخلينا ان نكونوا فرحانين بهذا الجيل الجديد اللي كياخذ المشعل وسيواصل العمل وسيواصل ان شاء الله النتائج الايجابيه حتى يدخل الفرحه اللي يقولوا كل المغاربه. لعبت كره خارج ارضيه الملعب. كره خارج ارضيه الملعب كانت فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كان صعود ديال روجر ايبانيز دا سيلفا. لاحظوا لعبت الكره طويله، حاول اللاعب دا سيلفا لاعب فريق روما الايطالي بان يوصل للكره، ولكن الكره خرجت خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى لفائده المنتخب الوطني المغربي. ياسين بونو يستعد لتنفيذ ضربة مرمى. في الوقت كان عدد من اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي اللي كيقوموا بعملية ديال الإحماء
وهذا كيعطينا اشارات بان الجوله الثانيه سننتظر تغييرات منتظره على مستوى التشكيله ديال المنتخبين، ليس فقط المنتخب البرازيلي ولكن المنتخب البرازيلي الان اللي اعتقد بان رامون بينيزيس سيبحث على ردة الفعل اللي كتبقى دائما غائبه في ظل حتى الطريقه باش لعب المنتخب المغربي طريقه ممتازه. عز الدين أولاحي هذا كنلعبوا امام منتخب هو الاول على مستوى التصنيف الدولي، منتخب كبير، منتخب البرازيلي، منتخب الوطن المغربي تبقى 11 على المستوى العالمي. عز الدين أولاحي يمكن يرفع الكره، بالفعل رفعت الكره خرجت خارج ارضيه الملعب وشرط لفائده المنتخب الوطني المغربي. ضربات الكره في اليكس نيكولاو. وليد الكراكي معروف بانه قبل المونديال كان هناك عدد من الاصابات وهاجس كان يؤرق وليد الكراكي قبل المونديال القطري. اصابه ديال طارق تيزودالي من اللاعبين اللي غابوا على المونديال، لاعب فريق كيت البلجيكي هداف مباراتين ملحق وكان وقع ثنائيه في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطيه. كذلك نايف اكارد اللي كان كذلك تصاب صاحب الصفقه القويه من الدوري الفرنسي مع ريم الى الدوري الانجليزي ورفقه ويست هام كواحد من اعلى المدافعين العرب عبر التاريخ. كان هناك اصابه وعمليه جراحيه ولكن تمكن انه يوصل انه يمثل المنتخب المغربي بنهائيات كاس العالم. كذلك عدم ناصينا اللي كان اتصاب وعمران لوزا وكذلك امين حريت، كلها اصابات اللي كانت قبل المونديال. حكيم زياش، اشرف حكيمي، جوج دقائق وقت بدل ضائع هذه الجوله الاولى. بلال خنوس ممتازه، يعني القراءه ديال مساحه الملعب بلال خنوس كانت ممتازه حتى على سفيان بوفال على مستوى الجهه اليسرى، ولكن الكره كانت طويله شيئا ما خرجت خارج ارضيه الملعب. اذا جوج ديال الدقائق وقت بدل ضائع للجوله الاولى اللي كتعرف دائما تقدم المنتخب الوطني المغربي بهدف لا شيء. في الوقت اللي مشات الكره عند لوكاس على مستوى الجهه اليسرى، تدخل ديال حكيم زياش والكره في الشرط بيدات المنتخب البرازيلي. انهاء الشوط الاول بتقدم سيكون مهم جدا بالنسبه للعناصر الوطنيه وبالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. وليد الكراكي اللي غادي يكون عنده حديث في فتره ديال الاستراحه حتى المنتخب الوطني المغربي والعناصر الوطنيه انه تواصل بنفس الشكل وبنفس الطريقه وبنفس التوهج من اجل ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه امام منتخب السينيساو. لاحظوا سير جمهور الذي يبدع على مستوى المدرجات والكره في الشرط بيدات المنتخب البرازيلي. نفذ الشرط، كره في الوسط، ترجع كره من لوكاس تولينسينو، روجر ايبانيز مرة أخرى لتولينسينو. يحاول اللاعبين المنتخب البرازيلي انه يبحثوا على المساحات في الوقت اللي انطلاقات المنتخب المغربي بامكانها تشكل خطوره. عز الدين أولاحي مشات كره في الجهه اليمنى عند حكيم زياش وغادي يعمل حكيم زياش فرصه وممتازه من عز الدين أولاحي. شو غادي يعمل عز الدين أولاحي؟ تمريره فرصه سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد وبالتالي كتضيع محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. في الوقت اللي كان تدخل ديال سفيان امرمط الحكم كيعلن على خطا لفائده المنتخب البرازيلي. الحكم اعلن على خطا، ما عرفتش علاش لاعبين ديال المنتخب البرازيلي هذه مره جنوب افريقيا مع منتخب ليبيريا. زخم مستوى اللاعبين وكذلك الحضور ديالو دائما متميز على المستوى العربي، على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي. كاس قاريه واحده، فهذا يمكن غيخلينا وغادي يدفعنا ان شاء الله بانه نبحثوا على لقب ثاني لما لا بكوت ديفوار من اجل انه هذا الجيل يتمكن من كتابه اسمه بميدان من الفخر والاعتزاز والفوز بلقب قاري. الكره في يد المنتخب الوطني المغربي، ما كاينش هناك تغييرات، كل منتخب احتفظ بنفس التركيبه ونفس المجموعه. في الوقت اللي الحكم كيعلن الخطا كان تدخل امام عز الدين أولاحي.
امامنا وليد الركراكي. تقبلوا في تنظيم السلاح كانت فرصه لوليد الركراكي من اجل الحديث مع اللاعبين وبالتالي الظهور بوجه افضل كذلك خلال هذه الجوله الثانيه. وليد الركراكي اللي في ندوه اعلاميه اكد على قيمه اللقاء ولا المواجهه امام منتخب بقيمه البرازيل، وقال بان المنتخب صحيح نحترمه ونقدره ولكننا لا نخشاه وهذا مهم جدا، وان المواجهه غادي نلعبوها بنفس الروح ومسار المونديال اللي تابعنا فيه اللاعبين ديال المنتخب المغربي في الوقت اللي تابعنا اشرف حكيمي انطلاقه من الجهه اليمنى. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي مره اخرى. اشرف حكيمي حاول يمرر تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي بعيده شيئا ما على مرمى الحارس ويفرتون. تابعوا من جديد هذه المحاوله. حكيم زياش وسطات الكره امامه بعد ما كان اشرف حكيمي سدد تسديده مشات بعيده. لاحظوا العناق مع يوسف النصيري وهذا كيبين يعني العلاقه الجميله والعلاقه الوطيده بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. مشات كره في الجهه اليسرى لفائده المنتخب البرازيلي. قلت بان وليد الركراكي اكد بانه ما خاصش تكون مجازفه والمخاطره امام لاعبين كبار، لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو. ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو في الوقت اللي قلت بان المنتخب البرازيلي اللي عنده لاعبين عندهم امكانيات كتجي رده الفعل ديال ياسين بونو امام رودريغو. لاحظوا تدخل ممتاز، رده فعل جيده ورائعه من ياسين بونو الذي يبعد الكره للزاويه لفائده المنتخب البرازيلي. وراء الكره رودريغو سيلفا لعبت كره دائريه راسيه، ضربه مرمى بالفعل، ضربه مرمى. الكره قبل ما تتجاوز خط المرمى كانت لمسات لاعب امامنا، لاعب روجر دا سيلفا باربوسا لاعب فريق بالميراس البرازيلي. وليد الركراكي اللي اكد كذلك هناك قناعه باللاعبين الشباب اللي التحقوا بالمنتخب الوطني المغربي وبالنخبه الوطنيه، وهذا يعني بان هناك مشروع ديال بناء مستقبل ومنح اللاعبين الشباب مزيد من الخبره والثقه، وكذلك الاستفاده من التراكمات الحاليه بالنسبه للعدد من اللاعبين المنتخب الوطني المغربي واجواء المنتخب الايجابيه كل مكوناته التقنيه والاداريه والبشريه واكيد السمعه الجيده ديال الكره المغربيه من اجل اسعاد الجماهير التي تساند المنتخب اينما حل وارتحل. سفيان ابرابط اللي نايف اكرد على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. مشات كره في الجهه اليمنى من حكيم زياش اللي عز الدين أولاحي. لاحظوا المترابطات بين العناصر الوطنيه واشرف حكيمي يحاول يمرر في جهه اللاعب يوسف النصيري. تدخل ترجع كره لفائده المنتخب البرازيلي. الحكم المساعد هو اللي رافع الرايه كيعلن على خطا لفائده المنتخب البرازيلي ولروجر ايبانيز دا سيلفا. مشات كره في الجهه اليسرى، استرجاع كره من طرف لاعبي ديال المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش ممتاز وشرط فائده العناصر الوطنيه. المنتخب البرازيلي الاول على مستوى التصنيف العالمي، متبوع بالارجنتين، فرنسا، بلجيكا، انجلترا، هولندا، كرواتيا، ايطاليا، البرتغال، اسبانيا، والمنتخب الوطني المغربي في الرتبه 11 عالميا، الاول على مستوى المنتخبات العربيه والافريقيه. سفيان بوفال ممتازه من سفيان بوفال عند نصر المسراوي وحاول يمرر ويبحث على يوسف النصيري. تدخل الدفاع ديال المنتخب البرازيلي كانت ممتازه من الجهه اليسرى. استرجاع كره من سفيان ابرابط. مشات كره في الجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي عند لاعب حكيم زياش. ضرب كره كتوصل لفينيسيوس جونيور من جديد لفائده المنتخب البرازيلي. كره في الوسط كانت تمريره فقط عند لاعب نصير او لاعب غانم سيس. سفيان بوفال، سفيان ابرابط اللي العميد غانم سيس فريق بسكتاش التركي. مشات كره في الجهه اليمنى، اشرف حكيمي لحكيم زياش مره اخرى لاشرف حكيمي. فرصه لفائده المنتخب المغربي، تدخل وابعاد الكره اللي اشرت كانت فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي وصعود ديال اللاعب اشرف حكيمي. كان تدخل ديال لوكاس تورنتينو اللي بعد الكره اللي اشرت لفائده المنتخب الوطني المغربي. المدرب البرازيلي رامون مينيزيس
مدرب اللي كيبحث على جرعه كذلك ديال الثقه للمنتخب البرازيلي بعد الخروج من نهائيات كاس العالم من دور ربع النهائي امام المنتخب الكرواتي. صحيح بانه كما قلت غياب عدد من اللاعبين المتميزين بالنسبه للمنتخب البرازيلي وعلى راسهم النجم نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن كيحاول انه يعطي الثقه كما قلت العدد من اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. البرازيل اللي قادوها مدربين كبار كنذكر فلافيو كوستا وفيزنتي وماريو زاكالو 31 سنه من تدريب المنتخب البرازيلي. زاكالو من 1969 حتى 1998، كذلك سانتانا 1980، كذلك البرتو بيريرا. في الوقت اللي يحيى عطيطله يستعد للدخول وخروج اشرف حكيمي، واشرف حكيمي كما عنده اصابه وكان غاب على القصص التدريبيه ديال المنتخب المغربي. اشرف حكيمي تسبيقات كبيره تشجيعات لهذا اللاعب الكبير ونجم المنتخب الوطني المغربي لاعب فريق باريس سان جيرمان. لاحظوا كذلك رده فعل ديال وليد الكراكي. اشرف حكيمي سيغادر وغادي يخلي المكان ديالو ليحيى عطيه الله لاعب فريق الوداد، وبالتالي لاعب يمثل الدوري الاحترافي. لاحظوا العناق مع وليد الكراكي وهذا كيبين شنو وقع في المجموعه وشنو لماذا وصول الانسجام مع كل مكونات ديال المنتخب الوطني المغربي، لانه يمكن حنا كنشوفوا النتائج ولكن صراحه شخصيا عشت مع المنتخب الوطني المغربي بنهائيات كاس العالم، ما تابعناه من روح قتاليه وما تابعناه من يعني اذا كان المنتخب عائله واحده فبالفعل تابعنا بانه عائله واحده، وهو اللي كيخلي هذا الانسجام وهذا التناغم مع كل مكونات ديال المنتخب الوطني المغربي. سفيان امرابط استرجع الكره بشكل ممتاز. سفيان انطلاق على مستوى الوسط. سفيان امرابط لاحظوا ثلاثه ديال اللاعبين هناك خطا واضح، خطا واضح والانذار اعتقد اللاعب روجر بالفعل. روجر رونيلسون دا سيلفا معروف بروني. تدخل كان امام سفيان امرابط ما شاء الله لاعب امكانيات كبيره. في الوقت كنتابعوا المحاوله اللي شكلت خطوره بواسطه لاعب فينيسيوس جونيور وتدخل الحارس ياسين بونو. رجعت الكره نيف اكارد تحدث على كارلوس فاريرا 23 سنه من التدريب بالنسبه للمنتخب البرازيلي. ما ننساش كذلك لويس فيليب سكولاري. نتابعوا المحاوله من الجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. بلال الخنوس دخل داخل منطقه الجزاء، كان تدخل امام اللاعب بلال الخنوس، خذ الكره بشكل ممتاز. مره اخرى تعود لفائده المنتخب الوطني المغربي. صراحه العناصر الوطنيه لعبه بدون مركب نقص يوسف البصيري. يوسف ديد الكره كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه عز الدين أناحي وتدخل الحارس ويفرتون اللي بعد الكره. عز الدين أناحي تسديده قويه ممتازه وتدخل الحارس ويفرتون. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت هناك خطا بالفعل للعميد غانم سيس. تابعنا المحاوله بدايه قويه لهذه الجوله الثانيه في الوقت اللي كان انذار لباربوسا. مشات كره في الجهه اليمنى لعب روجر رونيلسون دا سيلفا باربوسا اللي تلقى اول انذار، وتالي اول انذار في صفوف المنتخب البرازيلي. خطا لفائده المنتخب البرازيلي. قلت بان هذا اول هدف في مرمى المنتخب البرازيلي على مدار التاريخ بالنسبه للمواجهات المغربيه البرازيليه اللي تقريبا كاسه ديال المواجهات، بدايه بالالعاب الاولمبيه لوس انجليس ومرورا بمباراه وديه بين البرازيل 97 2-0 لفائده المنتخب البرازيلي، وكذلك الدور الاول بكاس العالم 98 كان الفوز للمنتخب البرازيلي بتسجيل اهداف للا شيء. تولي المحاوله وسط لاعب فينيسيوس جونيور داخل منطقه الجزاء وخطيره، كانت خطيره هذه المحاوله.
لعب الكره بقوه داخل منطقه جزاء وبحث على اتمام المحاوله من طرف اوندري دو سانتوس، وكذلك البحث على رودريغو مره اخرى. فينيسيوس جونيور ما خصناش نخليو ليه مساحات من اجل التسديد. فينيسيوس جونيور تدخل سفيان امرا واسترجاع الكره. بلال خنوس للبحث على المرتد الهجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمرير في اتجاه لاعب يوسف النصيري، ولكن كان هناك تغطيه من طرف المدافع غابرييل ميليتاو. تعود مرة أخرى لفائدة المنتخب البرازيلي. لوكاس على مستوى الوسط لأندري دو سانتوس. كما قلت بأن آخر مباراة كأس العالم بفرنسا 98 كانت المباراة الأولى أمام النرويج، تعادل بهدفين مثلهما، بعد ذلك هزيمة أمام البرازيل 3-0، ثم الفوز اللي كان كبير امام منتخب اسكتلندا 3 اهداف لا شيء، هدفي صلاح الدين باصير وكاماتشو. المنتخب المغربي كتسجل 5 ديال الاهداف في هذه الدوره العالميه ونسخه فرنسا، وكان بامكان المنتخب الوطني المغربي انه يكون حاضر في الدور التالي نظرا لما قدمه خلال هذه النسخه العالميه. تدخل ديال نايف عقرد، استرجاع كره بشكل ممتاز، كان البحث على حكيم زياش. تعود مرة أخرى لفائدة المنتخب البرازيلي. كرة في الوسط غادي بحث على الجهة اليمنى بالفعل عند اللاعب إيمرسون داخل منطقة جزاء، محاولة خطيرة، تدخل الدفاع دائما، فرصة تدخل وإبعاد الكرة ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكرة للزاوية، كانت فرصة بواسطة اللاعب روني هو اللي سدد الكره الاخيره. تدخل ممتاز من طرف العميد غانم سيس متابع المحاوله الاولى، ثم افتات الكره لروجر دا سيلفا الذي يسدد، وتدخل ممتاز لغانم سيس يبعد الكره للزاويه، زاويه لفائده المنتخب البرازيلي من الجهه اليسرى لمرمى الحارس ياسين بونو. وراء الكره فينيسيوس جونيور، تعبت الكره دائريه، لابد من ابعاد الكره بالراس، بالفعل كان بطريقه ممتازه. عز الدين أناحي، حكيم زياش على مستوى الجهه اليمنى، حكيم زياش حاول يلعب ثنائيه مع أناحي اللي كان تدخل امام أناحي، الحكم طلب مواصله اللقاء. ممتاز بلال خنوس، وسط الكره يوسف النصيري، لعب الكره على سفيان بوفال، ولكن لاحظوا كذلك السمات ديال اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي غانم سيس وشرط فائده المنتخب الوطني المغربي. احتجاج ديال اللاعب روني. غانم سيس عميد المنتخب الوطني المغربي، تابعوا المحاوله ديال عز الدين أناحي، تسديده قويه وتدخل للحارس ويفرتون حارس فريق بالميراس البرازيلي. في الوقت كنتابعوا المحاوله كان وراءها فينيسيوس جونيور اللي راوغ مره لاحظوا بكل قوه، وبحث على انطلاقات ديال دو سانتوس وكذلك رودريغو. فرصه داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره ديالنا كنلمسوا الان الخطوره في بدايه هذه الجوله الثانيه ديال اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي، ودائما بقياده نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور. تدخل وابعاد الكره للزاويه، زاويه لفائده المنتخب البرازيلي. رودريغو، تقريبا 6 ديال اللاعبين البرازيليين داخل منطقه الجزاء، لعبت كره راسيه خطيره لابد من ابعاد الكره. ممتاز نايف عقرد، لانه كان هناك تواجد لاعبين في القائم الثاني، كانت محاوله شكلت خطوره على دفاع المنتخب الوطني المغربي. الان ضغط للمنتخب البرازيلي، لابد من ابعاد الكره وابعاد الخطوره. كنا كنتظروا بان بدايه الجوله الثانيه المنتخب البرازيلي ما غاديش يكون اللي خاص اللي غادي يتراجع للوراء، بل سيحاول العوده في نتيجه ديال هذه المباراه. في الوقت المنتخب الوطني المغربي بامكانه استثمار المرتدات السريعه. نفذ الخطا طرف لاعب ايمرسون، وليد الكراكي دائما يعني الهدوء. لعبت الكره طويله، تدخل ديال غانم سيس ممتازه مره اخرى. غانم سيس بالراس، محاوله تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد كان رافع الرايه. دائما تألق ديال غانم سيس صراحه كيذكرني بتدخلات عميد سابق المنتخب المغربي نور الدين النيمت بعد ما كان كيجاور فريق ديبورتيفو لا كورونيا وعدد من الانديه، حتى حضور الان ديال ياسين بونو ويوسف نصيري. كان كذلك
كان كذلك الحضور ديال المدير الحدادي كان دائما كيذكرنا بسيناريو يمكن كيرجع لازيد من 25 سنه بعد ما كان الحضور ديال 3 ديال اللاعبين بنفس الزخم والتاثير وكنقول الجوده الاحترافيه والقيمه الكرويه. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه اخرى خطيره في يد المنتخب البرازيلي لحسن الحظ ما تمكنش من التسديد، التسديد لاعب لوكاس تورينتينو. لو تابعت الكره بشكل ممتاز في الجهه اليمنى، لاعب لوكاس ما تمكنش من التسديد والكره خارج ارضيه الملعب. في الوقت اللي غادي ننتظروا تغيير منتظر في صفوف المنتخب البرازيلي. دوس سانتوس أنطوني ماتيوس هو اللي كيستعد للدخول، وبالتالي تحركات ديال رامون مينيزيس على مستوى التغييرات والبدائل اللي يمكن انه تعطي دفع على مستوى الهجوم ديال المنتخب البرازيلي وكذلك وسط الميدان. في الوقت المنتخب الوطني المغربي ووليد القلاقي الاحتفاظ بنفس المجموعه. ما كاينش هناك خطا. عز الدين أولاحي في الوسط، بلال الخنوس مشات كره عز الدين أولاحي فوق ميدان المنتخب الوطني المغربي عند ممتاز من نصير المزراوي. هناك خطا بالفعل، تدخل امام حكيم زياش وخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. في الوقت كذلك غادي يكون هناك تغييرين في صفوف المنتخب البرازيلي وتغييرين كذلك في صفوف المنتخب الوطني المغربي كيستعدوا للدخول. هناك عبد الحميد الصابري وكذلك عمران لوزا. في الوقت غادي توقف اللعيبه، في الوقت اللي 3 ديال اللاعبين بالنسبه للمنتخب البرازيلي كيستعدوا للدخول. هناك دوس سانتوس وكذلك اللاعب رافائيل. في الوقت اللي تبعد المحاوله خطيره في المنتخب البرازيلي داخل منطقه الجزاء، ترفع الكره في القائم الثاني، تدخل والعوده ديال نايف اكارد الذي يتدخل ويبعد الكره للشرط لفائده المنتخب البرازيلي. اذا الان غادي يتم التغيير بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. دخول عبد الحميد الصابري، خروج بلال الخنوس اللي قدم مستوى طيب من الاسماء اللي كنقول يعني اسماء الواعده بالنسبه للمنتخب المغربي امام بلال الخنوس الذي يمارس به الدوري الملكي. رقات فريق غينغ لاعب متميز، امكانيات جيده، تابعناه على مستوى الدفاع وكذلك على مستوى الهجوم. كيغادر وكيخلي المكان ديالو لعبد الحميد الصابري لاعب فريق سامدوريا او دخول لاعب عمران لوزا. اذا اللي دخل هو عمران لوزا لاعب فريق واتفورد الانجليزي، وكذلك سيكون دخول عبد الحميد الصابري مكان عز الدين أولاحي. في الوقت اللي غننتظروا 3 ديال التغييرات في صفوف المنتخب البرازيلي. إذا خروج اللاعب روجر دا سيلفا ودخول اللاعب دوس سانتوس أنطوني ماتيوس. في الوقت اللي كيساعد كذلك لاعب فيغا رافائيل الذي يمارس بالدوري البرازيلي تحت فريق بالميراس. دوس سانتوس أنطوني ماتيوس لاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي. في الوقت لخروج لاعب رودريغو سيلفا لاعب فريق ريال مدريد. كذلك خروج دوس سانتوس. إذا 3 تغييرات في صفوف المنتخب البرازيلي، دفعة واحدة، وهذا كيبين إذا أمامنا لاعب دوس سانتوس وكذلك لاعب رودريغو. نفذ الشرط، ترجع الكره لفائده المنتخب البرازيلي. تمريره طويله من غابرييل ميليتاو، كره خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده المنتخب الوطني المغربي. امامنا اللاعب اذا غابرييل ميليتاو لاعب فريق ريال مدريد. هذا اللاعب بلال الخنوس اللي قلت بانه قدم مستوى طيب، كذلك عز الدين أولاحي في استرجاع الكرات وافتكاك الكره وكذلك البناءات الهجوميه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. كره في الشرط، ممتاز يحيى عطيطله
اللاعب الوحيد الان في التشكيله الان الرسميه اللي كيمثل الدوري الاحترافي. لاعب فريق الوداد الرياضي البيضاوي. مشات كره في الجهه اليمنى. لاحظوا التنافس القوي بالنسبه لحكيم زياش من اجل استرجاع وافتكاك الكره. ويفرتون مرة أخرى لميليتاو، كيلعب الكرة للوكاس تولينتينو. استرجاع كرة من طرف لاعب سفيان بوفال، ولكن لوكاس كان هو الأقرب. محاولة من الجهة اليمنى لفائدة المنتخب البرازيلي. ترجع الكرة من إيمرسون، تمريرة وتدخل ممتاز للعميد غانم سيس الذي يتدخل ويبعد الكرة في الوقت اللي مشات الكرة لدوس سانتوس اللي دخل منذ قليل. كانت المطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف الانصيري. خطيره وهدف. هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العميد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره، وفرحه كبيره للاعبي المنتخب البرازيلي. العوده في نتيجه هذه المباراه. سنتابع مره اخرى. كان خطا على مستوى التمرير. استرجاع الكره من طرف لوكاس. تسديده طرف اللاعب والعميد كاسيميرو اللي كيوضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. اذا كاسيميرو كارلوس لاعب فريق مانشستر يونايتد، لاعب سابق لساو باولو ولبورتو ولفريق ريال مدريد. اذا اصبحت النتيجه الان هدف ليميتي بين المنتخبين. لاحظوا الفرحه كذلك ديال رامون مينيزيس مدرب المنتخب البرازيلي بهذا الهدف، هدف التعادل. اذا هدف ليميتي، بالتالي اصبحت النتيجه الان متعادله ومتكافئه. هدف اللي جاء في حدود الدقيقه 67 على بدايه هذه الجوله الثانيه. ياسين بونو كيلعب الكره طويله. يوسف انصيري جا لاعب سفيان بوفال، ولكن هناك تغطيه من طرف المدافع غابرييل ميليتاو على مستوى الجهه اليسرى. الحكم المساعد رافع الرايه. بالفعل الكره تجاوزت الخط والشرط لفائده المنتخب الوطني المغربي. نتمنى انه هدف ما ياثرش على نفسيه اللاعبين المنتخب المغربي. كيف ما كان الحال كنلعبوا امام منتخب كبير، امام رشيد بن محمود المدرب المساعد والاطار الوطني في حديث مع وليد الكراكي. هناك خطا بالفعل. الحكم المساعد رافع الرايه وخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان تدخل امام حكيم زياش. لأنه مباريات بهذا الحجم ما يمكن الا تعطي المنتخب الوطني المغربي وتعطي اللاعبين مزيد من الثقه امام منتخب السينيساو. اذا خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش يستعيد لتنفيذ هذا الخطا وهذه الكره الثابته. نتمنى بانه الكرات الثابته يتم استثمارها بالنسبه للعناصر الوطنيه. لعبت كره دائريه، فرصه تدخل الدفاع وابعاد الخطوره. خطات الكره ليحيى عطيطله. كرجع الكره للحارس ياسين بونو. سفيان بوفال واسترجاع ممتاز الكره من طرف ياسين سفيان بوفال، و كان البحث عن التمرير تجاه اللاعب عبد الحميد الصابري. كره من جديد في يد المنتخب البرازيلي. لوكاس على مستوى الجهه اليمنى. لاعب دوس سانتوس. عبد الحميد الصابري ممتازه لحكيم زياش. غنتابعوا هذه المحاوله. انطلاقه ديال نصير المزراوي على مستوى الجهه اليمنى. نصير المزراوي غيبحث على حد اللاعبين مره اخرى. كيمر عند حكيم زياش. حكيم زياش مشات الكره. تابعوا هذه المحاوله. فرصه فائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل ديال الدفاع تعود مره اخرى لفائده المنتخب البرازيلي. تغطيه ممتازه من نيفا قرد. مشات الكره لنصير المزراوي. تابعوا هذه الفرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش التمريره داخل منطقه جزاء. تدخل وابعاد الكره. ترجع لي نيف عقرد على مستوى الجهه اليمنى. لاحظوا التراجع ديال اللاعبين المنتخب البرازيلي.
كامل اللاعبين في الوقت اللي كيتم اقحامه داخل المجموعه الا وكيقدم مستويات طيبه في الوقت اللي غادي ننتظروا تغييرات اخرى ستكون منتظره في صفوف المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين ومن العناصر ديال المنتخبين بانه بامكانهم ان ياخذوا يعني جرعات ملميه. كنعرفوا بانه شهر رمضان المبارك وبالتالي اللاعبين محتاجين لجرعات من المياه في الوقت. كنتابعوا المحاوله اللي من خلالها فريق البرازيلي تمكن من تسجيل الهدف بواسطه كاسيميرو بعد خطا ديال الحارس ياسين بونو. لاحظوا اللاعبين مشاو مباشره عند ياسر هاد الخطا. اخطاء دائما كتبقى وارده وياسين بونو كل تابع العطاءات ديالو الكبيره مع المنتخب الوطني المغربي، ليس فقط مع فريق اشبيليه ولكن بكأس العالم الاخيره كان علامه بارزه في صفوف المنتخب الوطني المغربي. وبالتالي كما قلت بانه الاخطاء كتبقى وارده والمنتخب البرازيلي يعني بحث على المحاولات اللي بامكانها انه تخلي انه يغير النتيجه ديال اللقاء. كل مدرب الان كيستغل هذا التوقف حتى انه يكون هناك حديث مع اللاعبين سواء وليد الركراكي او رامون مينيزيس. حنا كنلعبوا الان دقيقه 73 دائما التعادل الايجابي هدف لمثله جميل جدا بانه نتابعوا هاد يعني الاجواء ونتابعوا هاد النتيجه الان اللي امام منتخب كبير بقيمه المنتخب البرازيلي وهذا التفاعل ديال الجماهير المغربيه الحاضره في هذا اللقاء وفي هذا المباراه. يعني اجواء مثاليه واجواء اللي كنستحضر من خلالها اجواء ديال نهائيات كاس العالم. ونتابع هذه المحاوله اللي من خلالها المنتخب الوطني المغربي تمكن من تسجيل الهدف بواسطه سفيان بوفال بعد تمريرات ومراوغات. تابعوا بلال خنوس لسفيان بوفال اللي تمكن من وضع الكره في شباك الحارس ويفرتون. هدف اللي اعطى تقدم لفائده العناصر الوطنيه وللمنتخب الوطني المغربي. هدف كان جميل وبطريقه اللي كان من خلالها هناك تمريرات قصيره كلمه اللي جات يعني على مقاس بالحركات ديال رامون مينيزيس. لاحظوا هذا يعني الحماس ديال الجماهير المغربيه وحضور مكثف للجمهور المغربي. اذا جوج تغييرات الان منتظره في صفوف المنتخب الوطني المغربي. عبد الصمد الزلزولي الذي يمارس بالدوري الاسباني رفقه فريق موساسونا تستعد للدخول، وكذلك المهاجم وليد الشديره. في الوقت اللي غادي نتابعوا رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع، ترجع الكره من جديد لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل وابعاد الكره شرط لفائده العناصر الوطنيه. ترجع الكره من يحيى عطيطله، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع، تعود من جديد لفائده المنتخب الوطني المغربي. عمران لوزا استرجع الكره بشكل ممتاز مره اخرى. عمران لوزا كيرجع الكره لغالب سيس عند سفيان امرابط، البحث على حكيم زياش. حكيم زياش قطع الكره، فرصه في المنتخب الوطني المغربي. سفيان بوفال رفع الكره داخل منطقه الجزاء وتدخل وابعاد الكره بطرف المدافعين. حكيم زياش طريقه ممتازه، استرجاع كره نوصل مزراوي لنيف عقرد مره اخرى، البحث على الجهه اليسرى. يحيى عطيطله، تمويه ممتاز لسفيان بوفال، فرصه في المنتخب الوطني المغربي. الكره لبست فعل الكره خرجت، هذه فرصه في الوقت الحكم المساعد رافع الرايه. بالفعل كانت لبسه فنيه، تدخل الدفاع وابعاد الكره زاويه لفائده المنتخب الوطني المغربي. الان غادي يتم التغيير كما قلت، دخول عبد الصمد الزلزولي وكذلك وليد شديره، خروج يوسف عنصيري. خروج يوسف عنصيري وكذلك سفيان بوفال، مسجل وموقع الهدف الوحيد حتى الان بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. يغادر
إلى الدخول كما قلت وليد شديرة لاعب فريق باريس الإيطالي وعبد الصمد الزلزولي متألق حاليا مع فريق أوساسونا الإسباني. جهة كبيرة وصفقة للاعب ومسجل هدف سفيان بوفال في الوقت أمامنا عبد الصمد الزلزولي. نتمنى انه يعطي الاضافه على مستوى الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي. تنفذ الزاويه من الجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. كعبات الكره من طرف اللاعب وليد شديره، كره بالراس تعود مره اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي الحكم على الخطا لفائده المنتخب البرازيلي. أقل من 15 دقيقة كتفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذه الجولة الثانية. أعتقد بأنه اللياقة البدنية والثروة البدنية غتكون عندها كذلك لمكانتها في هذه الدقائق الأخيرة، وهذا هو اللي كيخلي بأنه المدربين الآن كيقوموا بعدد من التغييرات. كذلك فرصة لمتابعة عدد من العناصر سواء بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي أو بالنسبة للمنتخب البرازيلي. تدخل يحيى عطيطلة كيبعد الكرة للشرط، شرط بعدة المنتخب البرازيلي. يتنفذ الشرط من طرف إيمرسون. ميليتاو على مستوى الدفاع ديال المنتخب البرازيلي روجر إيفانيز لمسجل هدف كاسيميرو. مرة أخرى جابرييل ميليتاو. المنتخب البرازيلي الان كيحاول له البناء الهجومي، انطلق من الدفاع، شاف الكره في الجهه اليسرى. وقت اللعب ديال المنتخب المغربي محاوله ضغط كل المنافذ. ممتاز اللاعب غانم سيس، جعل الكره سفيان امرابط تمريره اتجاه اللاعب انطلاقه ممتازه من الجهه اليمنى عمران نوزه. هذه فرصه لبعدة المنتخب الوطني المغربي. طبعا الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه نصير مزراوي، امكانيه تمرير داخل منطقه الجزاء. رفعت الكره، فرصه وراسيه، كانت راسيه. والمحاوله اخرى يحيى عطيطلة رفع الكره، فرصه هدف هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقه رابحه، من حقك تفرح، من حقنا الجميع نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره بحضور كل الاجيال تحضر لمتابعه هذه الملحمه امام منتخب برازيلي ومنتخب برازيلي افريقيا والعرب. تابعوا المحاوله ممتازه، تمريره والعرضيه داخل منطقه الجزاء. طلعت الكره للاعب عبد الحميد الصابري بعد تمريره من يحيى عطيطلة. تسديده قويه تعانق الشباك الحارس ويفرتون. والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من انه ينتزع مره اخرى تقدم امام منتخب البرازيلي. تابعوا المحاوله، طلعت الكره في البدايه للاعب وليد شديره، ولكن عبد الحميد الصابري هو من تمكن من التسديد. قوه لعبد الحميد الصابري، يضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. جوج الاهداف مقابل هدف واحد. فرحه كبيره بهدف ثاني في شباك البرازيل، وهدف سيبقى للتاريخ كما قلت. جوج ديال الاهداف اللي تسجلوا في هذا المباراه، جوج الاهداف كتبقى في التاريخ، لانه كل مباريات او 3 مباريات اللي جريناها مع المنتخب البرازيلي لم نتمكن من زياره الشباك. اليوم نتمكن من وصول لمرمى الحارس ويفرتون في مناسبتين، بواسطه سفيان بوفال وبواسطه اللاعب عبد الحميد الصابري. 10 دقائق الاخيره، لو تنتهي المباراه بفوز العناصر الوطنيه سيكون مهم جدا للمنتخب الوطني المغربي امام هذا الحضور الجماهيري الكبير. كرة على مستوى الدفاع بفائدة المنتخب البرازيلي. وصلت لجابرييل ميليتاو على مستوى الجهة اليمنى. إيمرسون دي سوزا، محاولة بواسطة لاعب رافائيل
رافائيل فيغا لاعب فريق بالميراس. الحكم كاين خطا الوقت هناك تدخل بالفعل طرف لاعب عبد الحميد الصابري. الحكم يعلن الخطا امام لاعب رافائيل فيغا. نفذ خطا بسرعه، الكره مشات في الجهه اليمنى. ايمرسون تبادل الكره بين لاعبين ديال المنتخب البرازيلي في الوقت اللي ترجع ديال العناصر الوطنيه من اجل ضم كل المنافذ امام المنتخب البرازيلي. تمريره محاوله الدخول داخل المنطقه، تدخل ممتاز في الوقت الحكم على الخطا. اعتقد انه تدخل كان جيد من اللي يفعل على ايد الحكم على الخطا على مشارف مستطيل العمليات. سنتابع من جديد تدخل ديال ليف اجرد لاعب فريق ويست هام يونايتد الانجليزي. لاعبي المنتخب المغربي كذلك يلعبون بمباريات الدوريات الاوروبيه. اذا خطا لفائده المنتخب البرازيلي. ثلاثه ديال اللاعبين اللي كيشكلوا الحائط في الوقت ياسين بولو في الحديث مع لاعبين المنتخب الوطني المغربي. امامنا كاسيميرو وراء الكره مسجل الهدف الاول بالنسبه للمنتخب البرازيلي. لعبات الكره البحث عن تسديد، كانت تسديده ضعيفه من رافائيل فيغا في الوقت اللي البحث عن المرتد الهجومي بالنسبه للمنتخب المغربي، ولكن الحكم كيطلب اعاده الكره. هناك خطا لفائده العناصر الوطنيه ولفائده المنتخب الوطني المغربي الذي حتى الان يحرج المنتخب البرازيلي بلاعب صراحه واقعي وبنهج تكتيكي ناجح للمدرب وليد الكراكي امام انظار ومتابعه مباراه لسيد فوزي القجار رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. محاولة تمرير من عمران لوزا، تدخل طرف لاعبين المنتخب البرازيلي. ما كاينش هناك خطا، ما كاينش هناك خطا. عمران لوزا دي فرصه لميدان المنتخب المغربي، تمريره فرصه لكن ما وصلتش الكره لنصير المزراوي في الوقت اللي كذلك كانت الانطلاقه ديال عبد الصمد الزلزولي. كذلك اللاعب وليد شديره اللي طلب الكره على مستوى الجهه اليسرى. كره في الوسط لفائده المنتخب البرازيلي. لوكاس حاولت المراوغه، تمريره تدخل ممتاز لنايف عقرد. كانت محاوله اللي قادها فينيسيوس جونيور. استرجع كره بطرف لاعب ديال المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي في الجهه اليمنى لحكيم زياش. عبد الصمد الزلزولي انطلاقه من الجهه اليمنى لكن هناك تغطيه واعاده الكره للحارس ويفرتون. ايقاع ديال المواجهه، كذلك ايقاع سريع ولكن خلينا نتابعوا عدد من المحاولات للتسجيل. التمريره تدخل ممتاز للعبيد غانم سيس. لوكاس تولينتينو مشات كره في الجهه اليسرى. فينيسيوس جونيور مرة أخرى. لوكاس تولينتينو لفائدة المنتخب البرازيلي الذي يجد الآن صعوبات في اختراق الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. الجدار الأول على المستوى الدفاعي متكون من طرف المهاجمين ديال المنتخب الوطني المغربي. في الوقت غيكون توقف ديال الكرة، هناك تغيير قادم في صفوف المنتخب البرازيلي. عبد الصمد الزلزولي اتجاه لاعب وليد شديرة. صحيح بان وليد شديرة يمكن ما ظهرش بالوجه اللي انتظرناه في نهائيات كاس العالم، خصوصا يمكن تضييع بعض المحاولات وهذا كيبقى وارد بالنسبه لاي مهاجم، ولكن اللاعب الذي يجتهد وهذا كنتابعوه على مستوى الدوري الايطالي ورفقه فريق باري الايطالي. اذا دخول لاعب مونتيرو وخروج لوكاس تولينتينو. تغيير اخر كيقدم عليه رامون بينيزيس من اجل ايجاد الحلول امام منتخب وطني مغربي منظم، منتخب واقف بشكل جيد. فينيسيوس جونيور يمر في
ديال اللاعب كاسيميرو مره اخرى فينيسيوس جونيور حاول الدخول داخل منطقه الجزاء، تدخل نايف عقرد ممتاز. هناك خطا بالفعل، تدخل امام نايف عقرد. الحكم يتدخل ويعلن على خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. سنتابع مره اخرى. لاحظوا بان اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي كالعاده كيحاولوا يدخلوا بالكره داخل منطقه الجزاء. نايف عقرد يتدخل في الوقت اللي كان يعني تدخل واضح من طرف فيتور هيغو فيريرا لاعب فريق اتلتيكو بارانيسي. اذا خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. لعبت الكره طويله، حكم كان خطا لفائده المنتخب البرازيلي. غادي تنفذ الخطا من طرف المدافع غابرييل ميليتاو. خطأ لكاسيميرو على مستوى الجهه اليسرى. لاعب بامكانه انه يمنح حلول ولاعب فينيسيوس جونيور، وبالتالي كل كرات محاوله تمرير ديال لاعب فينيسيوس في الوقت كتبع المرتد الهجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. حكيم سياج هناك انطلاقه ديال وليد شديره ولكن ما وصلتش الكره. هناك تغطيه والعوده كذلك ديال روجر ايمانيز دا سيلفا. كانت فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي من خلال المرتدات الهجوميه السريعه. كما قلت البحث على انطلاقات صمد الزلزولي. غانم سيس، تفاعل كبير في الجمهور المغربي مع التمريرات ديال العناصر الوطنيه. يحيى عطيه الله مره اخرى لغانم سيس. سفيان امرابط وممتاز اللاعب صابري مره اخرى لغانم سيس. ترجع الكره الحارس ياسين بونو. هذا التفاعل الكبير للجماهير المغربيه مع كل لمسه مع كل تمريره لعناصر المنتخب الوطني المغربي. مشات كره ممتازه في الجهه اليمنى. هناك انطلاقه ديال لاعب وليد شديره، ولكن الحكم المساعد رفع الرايه لانه انتظرنا بان كان حكيم زياش هو اللي يمشي الكره لانه ما كانش في وضعيه تسلل على ايد. اتخذ خطا. لاحظوا استرجاع الكره تدخل امام صابره بالفعل، وخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان تدخل ديال العبيد كاسيميرو. لاحظوا الملامح ديال عبيد كاسيميرو كتبين ما يقع داخل المنتخب البرازيلي. لاحظوا التدخل كان صحيح. بالتالي سنتابع المحاوله لمنحة هدف ثاني بفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه عبد الحميد الصابري. كل قوه يضع الكره في الشباك، وهدف ثاني وفرحه كبيره للعناصر الوطنيه. لاحظوا تسديده قويه لا تصد ولا ترد من طرف عبد الحميد الصابري، من الاسماء اللي كذلك برزت كاس العالم الاخيره. كره في يد المنتخب الوطني المغربي. سفيان امرابط. ترجع الكره الحارس ياسين بونو. يضرب هذا الكره ياسين بونو كيبيع هذا الكره. كره بالراس. كان هناك وضعيه تسلل على لاعب فينيسيوس جونيور. توصل الكره للحارس ياسين بونو. لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي في مدينه طيبه. كان هناك زياره للوزراء السجل المحلي مدينه سلا على هامش الدوره الثانيه عشر للجامعه الربيعيه اللي تقدمها اداره السجون، وهي بمثابه دروس كذلك كقيمه انسانيه. تمت المحاوله من الجهه اليمنى. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. تدخل من طرف العبيد غانم سيس اللي كيبعد عن الكره. عصام الزلزولي حكم كيعلن الخطا لفائده المنتخب البرازيلي روجر ايمانيز. خمسة ديال الدقائق كوقت بدل ضائع لهذه الجوله الثانيه والمباراه. المنتخب الوطني المغربي دائما المنتخب بهدف الهدف واحد في الوقت محاوله لفائده المنتخب البرازيلي من الجهه اليمنى. تدخل امام اللاعب والمدافع ايمرسون.
تدخل وابعاد الكره. كان العوده ليحيى عبد الله وكذلك سفيان امرابط امام ايمرسون دي سوزا اللي مازال ساقط فوق ارضيه الملعب في الوقت اللي كذلك سفيان امرابط ساقط فوق ارضيه الملعب. تمت المحاوله تدخل وابعاد الكره. يقول الطاقم الطبي بالنسبه للمنتخب البرازيلي. امامنا الدكه احتياط المنتخب الوطني المغربي. هناك ارتياح حتى الان النتيجه المحققه بتقدم امام منتخب برازيلي. تحدث عن القيم الانسانيه. فحتى الحصه التدريبيه اللي خاضها المنتخب المغربي مساء الثلاثاء الماضي عرفت حضور اشخاص في وضعيه اعاقه واللي انخرطوا في تسجيل العناصر الوطنيه قبل ما ياخذوا صور تذكاريه معهم في اطار المقاربه الاجتماعيه لدمج هذه الفئه ضمن المجتمع وانفتاح المنتخب المغربي على جميع الفئات وادخال الفرحه في قلوبهم. كما طالت الالتفات الانسانيه الجميله مركز حضانه الاطفال المتخلى عنهم بمدينه طنجه وهي كلها مبادرات طيبه وجميله بالنسبه للعناصر الوطنيه والمنتخب الوطني المغربي بكل مكوناته مع كل شرائح المجتمع اللي تكفي دائما حب كبير للمنتخب الوطني المغربي وللرايه المغربيه. هناك احد اللاعبين المنتخب الوطني المغربي اللي سقط فوق ارضيه الملعب هو لاعب يحيى عبد الله. كان فعلا كان تدخل. فعلا كان هناك تدخل من طرف لاعب فيتور هيكو فيريرا اللي دخل خلال الجوله الثانيه. الوقت لتغيير اخر خروج ايمرسون ودخول اللاعب ارتور سواريز. الوقت كانت محاوله كره مشات خارج ارضيه الملعب ضربه مرمى لفائده المنتخب الوطني المغربي. نتابع هذه التسديده من طرف اللاعب دو سانتوس انطوني ماتيوس. ياسين بونو يستعد لتنفيذ هذه ضربه مرمى. يعني قلق بادي على محيي رامون بينيزيس. كره طويله ترجع من جابرييل ميليتاو. دائما كنلعبوا الوقت بدل الضائع. تدخل من طرف العميد غالب سيس اللي مقدم مباراه كبيره في قياده دفاع المنتخب الوطني المغربي. غادي تنفذ الخطا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. غالب سيس كيلعب الكره طويله. كان البحث على اللاعب حكيم زياش على مستوى الجهه اليسرى. الكره خارج ارضيه الملعب وشرط لفائده المنتخب البرازيلي. هذا اللاعب رودريغو و يعني كيبان ان هناك حسره هناك ابتعاد هناك قلق. هذا شيء واضح وكنعرفوا دائما بان يعني حتى الهزائم بالنسبه للمنتخب البرازيلي يمكن نعدوها على الاصابع وبالتالي فلغه الانتصار كتبقى دائما حاضره بالنسبه للمنتخب الكبير بقيمه البرازيل. ولكن اليوم كنقول انه لقى امامه منتخب كذلك قوي منتخب منظم اللي كيحاول ياكد للجميع بان ما تقدم وما تحقق بالمونديال الاخير بقطر لم يكن بصدفه ولكن كان بعمل وكان يعني بحضور قوي بالنسبه للعناصر الوطنيه وبروح عاليه وروح جماعيه وب يعني قراءات تكتيكيه ناجحه طرف الاطار الوطني وليد القريبي. هناك خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل امام وليد شديره طرف المدافع روجر ايمانيز. وليد شديره مازال سقط فوق ارضيه الملعب وخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. يقدر يتنفذ الخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. كنلعبوا التوالي الاخيره. لعبات الكره طويله اتجاه لاعب وليد شديره. الحكم كيمنع خطا لفائده المنتخب البرازيلي. اخر التوالي جابرييل ميليتاو كيلعب الكره طويله في اتجاه لاعب فينيسيوس جونيور. حاولوا يحصلوا الكره امامه نصير البزراوي.
محاولة المراوغة، تدخل ممتاز، العودة ديال عبد الحميد الصابري، مرة أخرى الكرة على مستوى الجهة اليسرى، حكيم زياش والكرة في الشرق بعيدة المنتخب البرازيلي. لاحظوا الروح القتالية الآن ديال العناصر الوطنية لأجل الاحتفاظ بهذه النتيجة. فينيسيوس جونيور البحث على التسديد، مشات الكرة في الجهة اليمنى، لابد من التغطية، عصام الزلزولي. هناك خطأ ديال اللاعب ارثور دي ماتوس سواريز اللي ارتكب الخطأ. الكل ينتظر نهاية المباراة والكل ينتظر صافرة الحكم صادق السليمي، الحكم التونسي الذي يقود هذا اللقاء حتى تنطلق الاحتفالات هنا بالملعب الكبير بطنجة بعد هذا الحضور القوي والمتميز امام منتخب عسيريساو. اذا نهايه المباراه بفوز مستحق للمنتخب الوطني المغربي امام المنتخب البرازيلي بهدفين لهدف واحد، هدفي سفيان بوفال وعبد الحميد الصابري خلال الجوله الثانيه. في الوقت كاسيميرو سجل الهدف الوحيد للمنتخب البرازيلي. فرحه كبيره للعناصر الوطنيه وللجماهير المغربيه بهذا انتصار للتاريخ امام منتخب كبير تحت قياده هذا النجم كاسيميرو مسجل الهدف الوحيد للمنتخب البرازيلي. فرحه كبيره للعناصر الوطنيه. امامنا سيد فوزي الخشاع الذي يهنئ اللاعبين على العطاء وعلى القتاليه، وفرحه كبيره للجماهير.